النهارده هعمل معاكم الكشك المصري، اكله من الزمن الجميل غير مكلفه، تفتح النفس. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شجعوني بلايك. يلا نسمي بسم الله. عملت معاكم البدنجان الرومي المخلل، الفوليه. هسيب لكم طريقه تحضيرها في اخر الفيديو. معايا كوبايتين من الشوربه. اول ما بتغلي بكون غاسله نص كوبايه من الرز المصري. بقلبها، واول ما بتغلي بهدي عليها النار واسيبه لما يستوي خالص. ويبقى معايا بالشكل ده. شايفين حبات الرز عامله ازاي؟ لازم يبقى مستوي على الاخر كده. لو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. معايا كوبايه من اللبن، معلقتين كبار من الدقيق. هقلبهم مع بعض كويس قوي. انا عايزاكم تجربوا الكشك المصري، طعمه تحفه، خفيف، مش مكلف، غدوه حلوه قوي. هقلب بالمضرب السلك كده عشان ما يبقاش فيه تكتلات. هصبه كده على الكشك واقلب كويس قوي، وبكون مهديه النار لحد ما القوام بتاعه يبقى تقيل. برش رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. طبعا لو الشوربه فيها ملح مش بزود ملح عشان ما يبقاش حادق. وهقلبه بالشكل ده لحد ما القوام معايا يبقى تقيل. بطفي عليه، ومعايا على النار معلقتين زيت ومعلقه سمنه. بصله كبيره، باخد نصها للكشك ونصها عشان ازين بيه الوش. بحمرها لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ باخد معلقتين على جنب للتزيين، وبحط الباقي على الكشك. واقلب بقى. الله على الريحه، الله على روايح زمان. بصبه في طبق التقديم، وبزينه من على الوش كده بالبصل. غدوة حلوة قوي وغير مكلفة، جامدة قوي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ولا الطعم جامد قوي. ما تنسوش تحطوا اللايك. باي باي.